السلام عليكم، تحياتي للمغاربة. وحنا فرحانين أولا ماشي بالتأهل ديال المنتخب المغربي، لأن التأهل حاجة عادية عندنا. رجعنا كنحسوا بهذا الشيء هذا عادي في المغرب. يعني من غير الظفر باللقب ديال كأس إفريقيا فعندنا نكسة كروية. يعني بمجرد أنك تخسر في النهاية ديال كأس إفريقيا فهي نكسة ونكبة كروية المغاربة. ولكن حنا فرحانين بالعرض الجميل والرائع اللي أبان عليه المنتخب المغربي من بعد ما الكل طلع عليه الدم في الماتش ديال مالي. حتى شي واحد ما عجبو الحال في الماتش ديال مالي، ولكن اليوم بانت الشخصيه ديال المنتخب الوطني. بزاف اللي غادي يقول شنو هو السبب. انا شوف حتى اللي ما كيفهمش في الكره غادي يقول لكم شنو هو السبب. السبب لواحد جوج الحوايج، وهو اليميق وامرابط. امرابط ما صالحش يلعب. منين تكون انت هو اللي خص يكون عندك المبادره، وانت اللي خصك تهاجم، وانت اللي خصك تكون عندك الكره وباغي تصنع اهداف وفرص. اما المرابط فصالح مع المنتخبات اللي كتهاجم علينا، وحنا هما اللي كنديروا البلوك، وحنا هما اللي كنوليو الدفاع. يعني هاد القضيه هذه يقدر يقولها لك واحد ما كيفهمش في كره نهائيا غير الشارع المغربي. حاجه باينه. وليد الركراكي كان كيخدم العاطفه وبزاف. علاش انني نلعب بجوج اللاعبين نفس البروفيل، هو العيناوي وهو المرابط؟ يعني عندي جوج اختيارات، خصني نحط واحد وواحد نجلسو. واش غادي تجلس العيناوي؟ عيناوي اللي كيعطيك واحد لمسات خفيفه سريعه، يعني لاعب ديناميكي متحرك متحرر، ومني كتجي التمريره ما يردهاش اللور، ما يردهاش البونو، لا كيردها لداخل، كيعطيها للمهاجمين. عوض ما غادي يردها البونو ويضيع الوقت، لا كيعطيها الفوق باش كيسرع الهجمه، وكنوليو حنا عندنا الفراجه. والحلقه الثانيه الثالثه اللي كانت ناقصانا وهو الزلزولي على الاطراف. الزلزولي وما ادراك الزلزولي، لان البلاصه بوفال مازال كنفتقدوها لدابا. يعني الوحيد القادر على تعويض بوفال وهو الزلزولي. واحنا شفنا منتخب شرس، منتخب قوي. هذا هما اسود الاطلس. ولاول مره كنشوف وليد الركراكي من بعد كاس العالم كيلعب بدون عاطفه، ولعب وسمع نبض الشارع المغربي. ولو لعبنا هكا، وخا هي باقي شي شويه الملاحظات على اناحي والصباري، اللي وخا اناحي راه عطى جوج تمريرات حاسمه، ولكن اناحي ما كانش في نهارو. والصباري مازال كيعاني لانه ما كيلعبش في بلاصتو. انا تمنيت لو كان في عوض الصباري يدخل الخنوس. والصباري لاعب بديل، يعني لعبوا بديل ولعبوا في بلاصتو، وتشوف الصباري كي غادي يتفرقع. راه في بيس في اندوفن راه داير مصيبه. المهم نتمناو خير، ونتمناو الادوار الجايه يكون المنتخب اقوى واشرس، وغادي يكون عاد البدايه. دابا عاد غادي يبدا المنتخب الوطني المغربي. واللي عجبني في هذاك اللاعب ديال زامبيا اللي قال باللي المنتخب المغربي فقط منفوخ اعلاميا وسهل باش اننا ننتصروا عليه، ولكن كانت الاجابه في الملعب وما خلاوش زامبيا يتنفسوا. وكان شوط استثنائي، وكذلك المقاسيه ديال الكعبي. والشيء الجميل وهو ان عندنا جوج ديال اللاعبين المغاربه يتصارعون على الهداف ديال هذه البطوله اللي هو ابراهيم دياز، هو الكعبي بثلاثه الاهداف اللي كيتقاسموها مع رياض محرز ديال الجزائر. تحياتي ونتمنى التوفيق للمنتخب الوطني المغربي.